العنف ضد المرأة. طبعا كل سنة بهاليوم أو بهالشهر نحن كحركة المرأة مؤتمر ستار عم نقوم بحملة ضد مناهضة العنف ضد المرأة، جميع أساليب العنف التي تمارس من قبل الذهنية السلطوية ضد المرأة. طبعا هالسنة كمان الحملة هي تحت شعار ضد كافة أنواع العنف والاحتلال المرأة الحياة الحرة. على أساس هالأساس كمان نحن راح نكون بشكل نقاش، يعني نحن راح نحكي بشكل عام عن العنف، أنواع العنف، آثار العنف وبداية العنف، وليش مصطلح العنف ما كان موجود وهلا صار شيء متداول. طبعا عن طريق الأساليب صار بشكل يومي، كل يوم عم نعيشه لحظة بلحظة ضد المرأة، ضد الأطفال، ضد المجتمع بشكل عام. بعدين الرفاق يقدروا يعني تصير مداخلات، كل رفيقة كل رفيق يدلي برأيه واقتراحات كمان مشان إزالة العنف ضد المرأة وضد المجتمع بشكل عام. طبعا نحن نعرف إذا رجعنا لبداية التاريخ، يعني المرأة هي كانت قيادية للمجتمع، كانت تعرف بالآلهة لأنها تخلق الحياة، لأنها تحمل وتلد وتكون سببا باستمرارية الحياة، فكانت هي خالقة للحياة. مشان هيك يعني دائما المرأة كانت مقدسة بالمجتمع الطبيعي التي كانت تسود الحياة الحرة، الحياة الندية، الحياة التشاركية، مقاييس أو قوانين التي كانت يعني تسير بذاك المجتمع على أساس المساواة، التضحية، الفداء، المحبة، التعاون، الفرد بشكل متناسق. وكان يعني المجتمع جزء من الطبيعة، والطبيعة أيضا جزء من الحياة المجتمعية التي كانت تعاش بريادة وبقيادة المرأة. طبعا هل المجتمع البدائي العلماء عم يفسروه أو عم يشرحوه إنه مجتمع متوحش كان، ولكن إذا رجعنا للحياة اللي كانت تعاش بهذيك الفترة فنحن عم نشوف إنه كل المصاعب، كل المعوقات، كل المشاكل اللي نحن اليوم عم نعيشها من مرض، من اضطهاد، من ظلم، من احتلال، من تبعية، من طبقات، من حروب، من قتل، من تدمير، من حروب، من فقر، من جوع، من تفشي أمراض، يعني كل هالأوبئة اللي نحن هلا عم نعيشها تحت اسم التطور والتقدم والتحضر. بهذيك الفترة ما كان في هالأوبئة اللي هلا نحن هلا عم نعيشها، بالعكس كانت في حياة طبيعية، حياة سهلة، حياة متساوية، يعني ما كان في مصطلح كلمة الحرية. ليش؟ لأن كل الناس كانوا فيها أحرار. ما كان في مصطلح لكلمة العدالة لأن كل الناس كانوا يعيشون بشكل عادل. ما كان في مصطلح الطبقية أو الأنانية. ليش؟ لأنه كل المجتمع، كل أبناء المجتمع كانوا عم يعيشوا بشكل متساوي، طبقة متساوية، محبة متساوية، تشاركية بكل شيء، يعني إن كان مرض أو إن كان فرح أو إن كان يعني عزاء أو شو ما كان، يعني بجميع أشكال الحياة كانت تشاركية وكانت حياة بسيطة، الكل يكمل بعضه. أسئلتنا ضمن هذا الموضوع اللي لازم نحن نناقش فيه، لأنه إذا كان في عنا شيء اسمه عنف معناها في شيء اسمه ظلم كمان. كلمة العنف لما بتجي معناها في أشخاص تحت ظلم موجودين. فكلمة العنف بالبداية لازم نحن نعرفها إنه ما هي العنف. ثاني شيء بأي وقت بلشت هي الكلمة، يعني هي الكلمة من وين طلعت. ثاني شيء بضمن التاريخ ليومنا الحاضر كان في عنف ولا لا؟ إذا ما كان في بالبداية عنف معناها بيومنا الحاضر ليش بيكون في عنف؟ إذا العنف موجود بضمن مجتمعنا
مين اللي عم بيمارس العنف وعلى من يتم العنف. يعني بضمن مجتمعنا شو هو الشيء اللي بيخلينا بضمن المجتمع دائما عم نشوف يعني العنف موجود. هلا هو 15/11 هي يوم العنف ضد المرأة، بس بقوة العنف الموجود لازم يكون كل يوم وكل لحظة من حياتنا يكون في مناهضة العنف ضد المرأة، لأنه نحن لما بنكون بوقت موجودين بنفس 25/11 موجودين لحتى نناقش على العنف. في نساء بهي اللحظة عم بيشوفوا العنف، في أطفال بهي اللحظة عم بيشوفوا العنف. مثلا مثال النساء والأطفال اللي موجودين بفلسطين هن كمان عم بيشوفوا عنف، الشيء اللي عم بيصير عليهم كمان موجود كشكل عنف. لحتى نحن نشيل كل هدول الأسباب العنف الموجود، شو هو الحل لكلمة العنف؟ يعني بدال العنف لازم نحن ايش نحط بدالها ككلمة أو كمصطلح نستعملها ضمن حياتنا، ويكون كل لحظة نحن نمارسها، مثل ما اليوم بكل لحظة عم يتمارس كلمة العنف ونحن عم نشوفها مو بشكل لفظي، هي بشكل العملي. يعني كل يوم عم نشوف عنف على المرأة، على الأطفال، على المجتمع كاملة. فالعنف اللي بيكون على المرأة بيكون العنف على الطفل، المرأة والرجل وكل أشخاص اللي بيكونوا بضمن المجتمع. فلما بنقول إنه لا للعنف ضد المرأة معناها لا للعنف ضد المجتمع كمان، لأنه المجتمع اللي هلا موجود هي كمان نبتة الحياة كمرأة هي اللي أنجزت هدول هي لازم ترجع تقود المجتمع، وهي لساتها عم تقود المجتمع، لأنه هي بضمن بيتها هي اللي عم تربي الطفل هذا، هي اللي عم تكبره، هي هيك. فهدول كلياتهم تقدر تعملها، بس هي عم تشوف إنه كمان دائما في إنه اسكتي أنت مرأة، اسكتي لا تطلعي صوتك أنت امرأة. عيب هذا الشيء. المرأة حتى إذا كان يعني حق الخروج من البيت إلى المدرسة ما بيصير بك، فأنت مقابل هدول كلياتها يمكن أنت بتقدري تسألي الرجال كمان، فيكي أنت تجاوبي كمان. هدول القيود كيف بدها تتكسر؟ كيف بدها تكسرها؟ وهي قوية لازم إذا بدها تطلع أول شيء من البيت، بدها تشوف تفوت على دورات توعية، تشوف المجتمع شلون عايش. إذا هي قاعدة بالبيت ومحروم من الطلعة ومن الفوتة ومن كل شيء، وإنها تمارس إذا كانت دراسة أو تشارك في جميع الفعاليات، شلون تعرف؟ شلون تعرف حريتها؟ شلون تعرف ذاتها؟ شلون إذا ما طلعت ما تقدر. اليوم مستعين أحكيك عن شغلة هي حكيتها هذا صديق علي، يقول العنف قبل ما كان ظاهر، بس احنا من 2012 سنة بدأ يظهر. ليش بدأ يظهر؟ لأنه بشكل لأنه قبل 12 سنة المرأة الحرية ليس لها حدود ولكن لها مبادئ. إذا كانت الحرية من دون حدود ومن دون مبادئ، وقتها هاي الحرية بتكون حرية خاطئة وبتعطي نتائج خاطئة ضمن المجتمع، إذا كان عند الرجل وإذا كان عند المرأة. أما إذا كانت الحرية بشكل ليس لها حدود، لأنه إذا حطينا لها حدود رح تصير عبودية، هون ما رح نحط لها حدود. الحرية لازم يكون هي اسمها حرية، يعني ما إذا حطينا بنت قدامها صارت العبودية. معناها الحرية ما لها حدود ولكن لها مبادئ. نحن بالبداية قلنا إنه مبادئ الحرية هي إيش هي؟ أخلاق، الاحترام، الثقة، الفكر الحر، الفكر النير الحر. هون هدول الأربع المبادئ اللي بتكون بضمن الحرية، يعني ريجازن آزادي. هدول الأربعة إذا كان موجود بشخصية الرجل أو بشخصية المرأة، فهذا الرجل أو هذه المرأة هي عم بتروح بطريق الحرية الصح. أما إذا كان الشخص ماشي بحرية من دون حدود ومن دون مبادئ، معناها هاي الحرية بتكون خاطئة. معناها إذا بيجي عبالنا هون سؤال، الحرية التي يقوم بها الرجل هل هي حرية بشكل صح أم هي خطأ؟ الذي مارسها من 5000 سنة، هاي بتكون سؤال بضمنها. كيف بتكون؟ الرفيقة كم الآلي حتى في الأديان الثانية، في الدين اليهودي والدين المسيحي. الدين اليهودي يعني حتى كان يعني يعنف المرأة، يبعدها عن الثقافة،
اليهوديه، يعني يبعدها عن الثقافه اليهوديه. حتى من شده العنف اللي كان يمارس على المراه اليهوديه كانت تنادي الزوج بالرب، يعني مثلا رب البيت كانت تنادي الزوج بالرب. فبالوقت الحالي انت شفتي اي دوله بدها مثلا تحتل دوله فتستهدف المراه والفئه الشبابيه، تستهدف المراه والفئه الشبابيه ليش؟ لحتى تضعف المجتمع. بينما المراه يعني في البعض يقول لازم المراه هي طالبه بحقوقها، او طبعا هي طالبه بحقوقها، بس رح تتعرض مجتمعنا الحالي رح تتعرض ل3 مواقف اللي هي القتل، الضرب او الطلاق، اذا طالبت بحقوقها طبعا بالمجتمع الحالي. فاذا ما يكون مثلا الرجل متفهم، شفتي حتى في مقوله للقائد الرجال يخافون من ان تصبح النساء قويات، لان من قوه المراه من الممكن ان تدمر عرشهم، لانه يخافوا من قوه المراه. بينما المراه هي بتقول نحن مساواه مع الرجل، بينما الرجل يخاف من قوه المراه. اذا المراه اصبحت قويه انه خلص راح انه تاخذ حقها، تعرف حقها، تعرف انه تعرف كل شيء يخصها او هيك، فنحن راح نتراجع لورا. فوين المشكله؟ اذا في مثلا انت بالبيت، لما انت بالبيت انت يعني المراه مربيه، المراه معلمه، المراه يعني تطلع وتشتغل. فالمراه بالبيت انت وياها عم تدير منزل، يعني وين الغلط اذا انت وياها عم تدير مؤسسه؟ وين الغلط اذا انت وياها عم تدير مكان ثاني؟ يعني ما في غلط بالموضوع. بينما نحن يعني مثلا الشيء الاساسي في الموضوع هذا يعني يفضل من خلال البروردات او التدريب اني يفهم او يشرح معنى الحريه. يعني الحريه لكن لها حدود، بس تتجاوز الحدود راح تكون هاي الحريه اللا مطلقه. يعني نحن نتمنى اني شرح مفهوم الحريه بالنسبه للمراه. يعني انا قلت لك احنا كنا كرجال ننقد انفسنا على موضوع اني دائما السلطه حاسبينها احنا السلطويه فوق المراه. كنا دخلنا فيها بالشهر ال 11 2011 تشكيل ما لا قل دار شعب. يعني احنا كنا الموجودين 13 شخص او 14 شخص، ضربنا تلكوتر لعدد سكانها 1470 بيت مشان نجيب مره واحده تكون معنا في دار الشعب، ما كان في. اما اليوم ما في مؤسسه يعني لا يقل بالنسبه للمعلمين. يعني المعلمين اليوم في اقل شيء 600-700 معلمه، يعني هذا بعدد تقريبي. احنا بال 2014 كنا نجيب نروح على البنت نترجاها رجاء مشان تجي تدخل معنا بالاداره، لكن في تطور. يعني احنا هلا تجاوزنا مرحله 80%، تجاوزنا مرحله العادات والتقاليد. موجود هلا كل المؤسسات، ما في مؤسسه اذا ما فيها، وما في بيت اذا ما في العسكريات، في اساييش كمان مكون عربي او مكون كردي او هاي. احنا ما نجمل اني مكون واحد، لكن مرأة في اليوم موجود. هلا تطلع الحاجز في اسايش مرأة، معلمين فيه، المجلس فيه لا يقل عن 13-14، اي مؤسسه فيها نفس الحكي. بس ليش فهمتها؟ لانه ضمن مجتمعاتنا حبسوها من الطلعه، مثل العصفور لما تحبسينه بقفص فجاه طلعتيه على المجتمع، شلون بده يكون؟ مشان هيك شافت كل شيء قدام، فهمت الحريه بشكل خاطئ. من الحبس، الضغط، العنف اللي عليها ضمن البيت، هي فهمت الحريه بشكل خاطئ. هذا اللي حبيت اوصله. يعني الضغط بيولد انفجار، هذا الانفجار مرات بيكون ايجابي. كان وجهه نظر، لكن انا عندي ايضا وجهه نظر خاصه. يعني تعريف العنف بالاصطلاح وباللغه هو الشده والقساوه. فاول تعريف للامم المتحده ب 1993 قبل 1999 كان في هي العنف هو القساوه والشده التي يمارسها الرجل ضد المراه. ايضا في المانيفستو ذكر القائد عبد الله اوجلان بان الصراع الازلي بين الرجل والمراه منذ 5000 سنه او ما يزيد، يعني هذا هو الصراع الازلي. لكن نحن فكرتنا انه بالشرق الاوسط التعنيف دائما يكون ضد المراه اكثر من اوروبا، على انه اوروبا يعني الحضاره يعني خلينا نقول الفخريه يعني المتعارف عليها. فذكر الرفيق انه 30% يعني من كل 3 نساء واحده عم تتعرض للعنف بالشرق الاوسط، اما باوروبا 23% فقط. فنحن عم نبحث عن اسباب العنف. اسباب العنف ربما تكون في قسم يكون من اسباب العنف هو سبب عشائري، ربما سبب ديني يكون، وربما السبب يعني لا عشائري ولا ديني، خلينا نقول السلطه الموجوده. يعني 3 بنود لاسباب العنف ضد المراه. فمن الاشكال اللي عم تتعرض لها المراه للعنف
عدد ضرب، يعني ربما كلمه عنف تؤخذ بس بحاله انه الرجل يضرب المراه، لا نحن ما عم نحكي عن الموضوع هذا فقط، في مواضيع اخرى عم تتعرض لها المراه، مثلا حرمان المراه من حق التعليم، يعني ما تتعلم المراه يعني عوره، يعني يؤخذ احيانا، لكن احيانا الدين عم يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بمال خديجه، النبي هيك عم يقول، يعني بمعنى انه المراه ايضا لازم يكون لها وجود. فبالشعارات الكل عم يقول نحن مع المراه والمراه، لكن فعليا احنا من خلال رؤيتنا على العالم واوروبا، وهي هلا بحضاره 23% عم يتعرضوا من النساء للعنف، لكن كتطبيق عملي يعني هيك عم نشوف ما في الا حركه المجتمع الديمقراطي هي اللي هلا حاليا عم تدافع عن المراه. فالقائد ايش يقول؟ يقول ثورتنا هي ثوره المراه. المراه الاكثر جمالا هي المراه الاكثر تحررا. فيقول انا لن اعيش في مجتمع تتعرض فيه المراه للقتل. هاي يعني مقوله القائد يعني مشهوره، يقول لن اعيش في مجتمع يعني رفض يعني كليا. فنحن ربما ما نقول انه الحق راح يكون باتجاه على الرجل او حق على المراه، نحن عم نطالب انه يكون في مساواه ما بين الرجل وما بين المراه، المساواه والتشاركيه. هاي الخطوات يعني خلينا نقول الاتجاهات بس تماسكوا مع بعض راح يكون في مجتمع ديمقراطي يعني من الطرفين، لانه الرجل الديمقراطي يعني كمان بالمانيفستو عم يقول القائد انه لما يكون طامح هو لوصول السلطه هو رجل ديمقراطي يقول راح يصبح ديكتاتوريا. المراه كمان نفس العباره الى القائد يعني ما حافظها بالحذافير، يقول المراه الديمقراطيه كمان لو وصلت للسلطه ربما تكون اشد قساوه يعني قاسيه كمان. فالقائد يعني حط انه السلطه الذكوريه بالبند الاول، لكن الحياه التشاركيه بين الرجل والمراه هي الحل الوحيد للخلاص من العنف ضد المراه. العافية للجميع الموجودين، بس احنا اليوم اذا بدنا نعرف العنف، هو عالميا معروف ان العنف على المراه سواء كان من الرجل او من المجتمع او من المراه نفسها، بس اليوم احنا لما بدنا نعرف العنف نعرفه سواء كان على مستوى شمال وشرق سوريا، سواء كان على اقليم الفرات او اقليم الجزيره، او كان على ناحيه الكوشر حصرا، بانه احنا بناحيه الكوشر لازم نعرف العنف الممارس بالمجتمع هاي بالمنطقه هاي شنو هو، او نحاول انه نلاقي اسباب له مشان نكون اكثر يعني مجتمع مترقي ونخلص من هالعنف الممارس عليها. يعني باليوم يمكن لو دار مرة يشرحون بأكثر من 30-15 قضية تجي باليوم كله عنف من ضمن مناطق الكوشر وقرى التابعة لها. اليوم إذا نعرف العنف الممارس على المرأة في الكوشر شنو هو؟ الحرمان معروفة، يعني هي من قبل كانت وما زالت موجودة. الحرمان سواء كان من الإرث، من إعطاء الرأي، من الدراسة، في هسه الدراسة ممنوع في بعض البيوت أنا عارفة ممنوع الدراسة، سواء كانت من إنه تمارس جميع الوسائل، كانت عسكريا، كانت سياسيا، كانت اجتماعية أو حتى ثقافية. فاليوم إذا الشباب يمكن ما يعجبهم رأيي، فاليوم إذا بدنا نعرفه بهالشكل هذا ونلاقي حلول مشان ما السنة الجاية 2024 تكون سنة ما يكون فيها عنف، أو تكون نسبة العنف بها تكون قليلة. فعاد لازم يكون مو بس إعطاء محاضرات توعية، لأنه إحنا صار لنا يمكن 12 سنة وإحنا نعطي محاضرات توعية بالبيوت، بالكومينات، بالمجتمعات، إحنا صرنا نعطي والبيوت اللي نروح عليها هم صاروا يعطون. بس المشكلة مو بس بالتوعية، المشكلة هي بالقناعة. إحنا اليوم نعطي محاضرة يمكن ظل 2 و3 ونرجع بعد أسبوع نعيد نفس المحاضرة، كل 25 شهر نسوي محاضرات على مدى شهر كامل. بس المشكلة بالقناعة، لا الرجل يقتنع ولا المرأة نفسها تقتنع. إذا ما يكون في قناعة إنه هذا المحاضر إنه لازم أمشي بهالطريقة الفلانية، لازم أكسر قيود عبودية، إنه لازم هي إنه المرأة هي عورة عند الرجل، فبعدين بما إنه هالذهنية الموجودة عند الرجل راح تظل إنه هالفكر موجود ولا راح تطبق المساواة بين الرجل والمرأة. من خلال هالدورات اللي حكت عنها الرفيقة، هالندوات، كل شيء تطبق عم نطبقه على الأرض، لكن ما في تطبيق 100%. أن محاضرات وندوات، أما في شيء عملي على الأرض ما قاعد يصير شيء عملي على الأرض، لأنه تظل هالذهنية أنه يعني مثل ما يقول ما يصير عندنا احنا كرجل أنه تظل المرأة هي عورة عندك، لأنه احنا هذه عقلية كل إنسان، هي عقلية الرجل هي ظل إنسان. من الله خلق الدنيا لليوم أنه العقلية الرجعية الموجودة والفكر الرجعي الموجود عند الرجل أنه يظل أنه لازم المرأة هي مثل ما تفضلتي أنه هي تكون ضلع ناقص
عند الرجل، فلذلك هو يظل محافظ عليه. نعم، لولا المرأة لن تزدهر الحياة. نعم، لولا المرأة لن يكون هناك مجتمعا متكامل. المرأة هي أساس الحياة وهي نصف المجتمع. لو لم تكن قادرة على قيادة نصف المجتمع لما أقروا لها هذا النصف. نعم، هناك عنف ضد المرأة يطبق من عقليات مختلفة، سلطوية وذهنية ذكورية متخلفة، ولكن المطلوب من المرأة لها حقوق وعليها واجبات. إذا التزمت المرأة في الواجبات المطلوبة منها لن يكون هناك عنف ضدها. العنف كلمة منبوذة حيث يمارس على جميع الأصعدة في المجتمعات المتخلفة، ولكن بما أنه هذه المناسبة هي العنف ضد المرأة، ما يهمنا من هذا الجانب الآخر هو ممارسة العنف ضد المرأة بجميع أشكالها. من الذي يقوم بالعنف؟ وهي الأنظمة والتشريعات. الذي يقوم بالعنف هو كل شخص متخلف لا يؤمن بالحياة الندية التشاركية لأي شخص يتمتع بذهنيته سلطوية، يرعى في نفسه، له كل الحقوق في التصرف ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق في الحياة. لدينا حلول للتخلص من العنف هي الوقاية من الحدث قبل وقوعه ومنع حدوثه منذ البداية كي لا يستعمل العنف ضد المرأة، وذلك من خلال معالجة أسبابه التي تقوم على الأطراف الاجتماعية الخاطئة والتمييز بين الجنسين، بين المرأة والرجل، وذلك في تحقيق المساواة وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل بينهما لتمكين المرأة في المجتمع ومنح المرأة جميع حقوقها الإنسانية. الوقوف ضد الانتهاكات أو الممارسات الوحشية والعنف التي ترتكب بحق المرأة، ومن أجل إنهاء كافة أشكال العنف ورفع الظلم على المرأة والحق ورفع الظلم الممارس بحق المرأة على أساس مبادئ العيش المشترك ضمن إطار ديمقراطي ودعم ومساندة كافة النساء في المنطقة والعالم. ويجب أن لا ننسى دور المرأة في المجتمع ودورها البارز في الجانب العسكري والدفاع عن أرضها، كون أقرينا لها نصف المجتمع.